السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. ده المخلل اللي انا بخلله بنزله طبعا على القناة منه الاكل وكده. انا مخللاه اهوتي، اللهم صل على سيدنا محمد. دي المية بتاعته اهي، حتى بقى شطة وخل وشطة وخل وملح وكده اهو، جزر، زيتون يعني مشكل دوت، ليمون سلقاه في ميه، ليمون سلقاه في ميه ومغيره عليه بقالي 3 ايام اهوتي. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبيب قلبي، ده ليمون مخللاه اهو زي ما حضراتكم شايفين حبيب قلبي. ده انا مخللاه بقى عندي سخان اللي هو الكاتل بتاع الشاي كان بايظ، فروحت مستنفعه بايه، مستنفعه بالحاجات بتاعته. الكاتل بتاع الشاي اللي احنا بنعمل فيه الشاي يا حبيب قلبي كاتل. طبعا لما حاجه بيبوظ عندي كاتل ولا حاجه بستفاد بايه، بالحاجات دي. اللهم صل على سيدنا محمد. بنسلق فيها ليمون، بنعمل فيها كل حاجه، بنسلق فيها بيض، تسلق فيها بطاطس، يعني لما اي كاتل يبوظ عندك تستفادي بالحاجات بتاعته دي اهي. انا الكاتل اهوت يا حبيب قلبي ده باظ، بستفاد بيه بالحاجات ديت، بسلق فيها مثلا بيض، هتسلقي بطاطس، كل حاجه بتنفع يا حبايب قلبي في الزمن اللي احنا فيه ده، كل حاجه بنستفاد منها حبايب قلبي. الكاتل لما عندي باظ رحت استفدت بيه، شلت البتاع الداير اللي تحت، الداير اللي هو بتاع الكاتل اللي تحت، اللي هو تحت خالص البلاستيكيه شلتها، استفدت بيه. بسلق فيه بطاطس، بعمل فيه ليمون مخلل برضو زي كده زي ما حضراتكم شايفين. ده ليمون مخللاه اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. هنطلع الليمون كده، اللهم صل على سيدنا محمد، وهسقطه بقى في الميه اللي هي بالشطه اهي، اللي فيها شطه وفيها خل وفيها ملح وفي كل حاجه اهو، ليمون اهو. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. انا بصراحه ما بفضلش ان انا اخلل المخلل في برطمان، عشان بيعمل ريحه مش كويسه. ساعات البراطين بتعمل ريم من على الوش كده، حضراتكم عارفين يعني الريم اللي بيطلع من المخلل. فانا بفضل ان انا بخلل في السلطانيه دي، بغطاها وبغطيها، بتخليلي المخلل في الرش معايا على طول، وما بيجرروش اي حاجه خالص اهو يا حبيب قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الليمون ده سلقاه بقى وغيرت عليه لمده 3 ايام، بتغيره ميته كده لغايه ما عشان المراره. وبعد كده بنحط طبعا الشطه والخل والملح في الميه، شايفين دي الميه دي فيها خل وفيها شطه وفيها ملح طبعا، وكله الميه اللي هي فيها الليمون دي يا حبايب قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفيه كده وبحطه معاكم. اللهم صل على سيدنا محمد. المخلل ده في البيت طبعا احلى حاجه على الاكل، طبعا بيفتح النفس على الاكل في اي اكل. طبعا المخلل ما نستغناش عنه في اي اكل طبعا يا حبايب قلبي، لانه بيفتح النفس على الاكل وجميل جدا. انا طبعا بحب اخلل المخلل في البيت لان ما بنستغناش عنه بصراحه اهو. الليمون ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ادي المخلل بتاعنا الحلو اللي في منتهى الجمال. اللهم صل على سيدنا محمد. بنخلله كده في قلبه جزر، وفي قلبه جزر ولفت وزيتون يا حبيب قلبي يعني مشكل، وشطه برضو، شطه مخلله. هوريكم الشطه دي واحده، شوف الشطه، قرون شطه صغيره كده مخلله اهو ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. المخلل بتاعنا في منتهى الجمال. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين يا حبايب قلبي، ده زيتونه سمراء، في الزيتون بقى اسمر اهو مشكل، زيتون اخضر واسود وكل حاجه، يعني زيتون مشكل من الاخضر من الاسود للاخضر لكله زي ما حضراتكم شايفين.
بنخلل يا حبايب قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين؟ اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنغطي على الليمون ده، هنغطي عليه بقى، هيحلو في خلال 3-4 ايام. انا سلقاه بقالي كام يوم كده، بقالي يومين، وحطيته طبعا في قلب، طبعا زي ما حضراتكم شايفين، في قلب الميه اللي فيها خل وملح، فيها خل وملح وشطه زي ما حضراتكم شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. بنغطيه بقى، بنحطه يا اما في التلاجة، بنحطه بره التلاجة على حسب ما انتوا عايزين. اهو نغطيه كده بالسلطانية دي، وبندخله بقى يا اما نحطه على التلاجة، نحطه مثلا لو مش عايزين تحطوه في التلاجة مفيش اي مشاكل، ممكن تحطوه بره عادي في المطبخ. حبيب قلبي يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. حبيب قلبي زي ما قلت لحضراتكم، انا بستفاد طبعا بايه، عندي كتل، اي كتل بيبوظ عندي بستفاد بيه بقى حبيب قلبي بالحاجات بتاعته ده. الكتل لما بيبوظ بشيل القعر بتاعه من تحت، عشان بعد بنشيل القعر بتاع الكتل بالطريقه دي كده اهو. بنستفاد بيه بقى، بنسلق فيه بيض، بنسلق فيه بطاطس، بنعمل فيه اي حاجه يعني. الحاجه دي ما بتترماش طبعا. انا عندي اي كتل بيبوظ بقى بستفاد بالحاجات بتاعته دي. الحاجه دي سيليستين يا حبيب قلبي، سيليستين. طبعا بسلق بطاطس فيها، وبسلق طبعا بيض، اي حاجه عايزين تسلقوها فيها اهياتي. سلقت زي الليمون برضو سلقته فيه، الليمون اللي انا خللته. اي حاجه يا حبايب قلبي بنعملها في الحاجات دي، بنستفاد بكل حاجه يا حبايب قلبي، وجميله جدا والله العظيم. بتطيب الحاجه بسرعه، سوى الليمون لما هتخلليه. عندك بيض عايزه تسلقيه، عندك بطاطس عايزه تسلقيها برضو في قلب اللي هو بتاع الكاتل بتاع الشاي ده. هو باظ، ولما باظ استفدت طبعا بالحاجات بتاعته اهي زي ما حضراتكم شايفين. يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. كل اللي متابع قناه هاني من البيت يا رب يكون بخير. شيروا الفيديو عشان يوصلكم كل جديد مني يا حبايب قلبي. شيروا الفيديو واشتركوا في قناه هاني من البيت عشان يوصلكم كل جديد يا حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر يا حبايب قلبي. خللنا طبعا الليمون اهواتي، ادي الليمون المخلل زي ما حضراتكم وريتهولكم، خللناه طبعا وغطينا عليه كده، وهنسيبه بقى، هنطلع منه بعد 2-3 كده. هو هيحلو على طول طبعا حبايب قلبي. بقول لكم دلوقتي استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر، واسيبكم في رعايه الله. ما تنسوش اللايك والسكلايت عشان القناه تكبر ويوصلكم مني كل جديد. اشتركوا في قناه هاني من البيت يا حبايب قلبي، ويا رب تكونوا بخير. واقول لكم دلوقتي اسيبكم في رعايه الله واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.